اهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم النهارده عن اقوى 10 انديه في تاريخ اوروبا. مش هنتكلم عن اقوى 10 انديه في تاريخ دوري الابطال او اكتر 10 انديه واخده دوري ابطال، لا، اقوى 10 انديه في تاريخ اوروبا. الترتيب مش هيكون معتمد على البطولات اللي خدتها الفرقه دي في اوروبا بس، هيبقى معتمد على كل البطولات القاريه زائد البطولات المحليه زائد الاستمراريه، لان الارقام برضو مش كل حاجه، وبرضو مش الاستمراريه ومفيش بطولات، لا، استمراريه مع بطولات. عموما نفهم الكلام ده كله لما نبدا الفيديو، فانزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس ودعمنا بكومنت، ويلا بينا نبدا. طيب، في المركز العاشر نادي اياكس امستردام، واياكس هو سادس اكتر نادي واخد دوري ابطال اوروبا، لان هو واخد 4 دوري ابطال. بس رغم كده هو في المركز العاشر. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا مش بنعتمد بس على عدد القاب دوري ابطال اوروبا ولا حتى على الالقاب القاريه بس، بنعتمد على الالقاب القاريه والالقاب المحليه وكمان الاستمراريه. اياكس في الجيل الذهبي كان من اقوى الانديه جت في تاريخ اوروبا، بس ما كانش عنده الاستمراريه اللي كانت عند الفرق اللي واخده ترتيب اعلى منه في الفيديو ده غير ان الدوري الهولندي هو مش من اقوى الدوريات او مش من الخمس دوريات الكبرى يعني، رغم ان برضه جت عليه فتره كان من اقوى الدوريات. فعموما اياكس معاه 36 دوري، 20 كاس، 9 كاس سوبر، 4 دوري ابطال، وواحد كاس الكؤوس، وواحد دوري اوروبي، فهنعتبرهم 2 اوروبا ليج وثلاثه كاس سوبر اوروبي. وما خدش ولا كاس عالم للانديه، بس واخد 2 كاس انتر كونتيننتال اللي هو كان زمان مكان كاس العالم، يعني قبل كاس العالم كان هو ده كاس العالم بتاع الزمن بتاعه. والهداف التاريخي لنادي اياكس هو اشهر لاعب في تاريخ النادي، يوهان كروي. نيجي بقى المركز التاسع واكتر نادي مش محظوظ في اوروبا، وهو نادي بنفيكا. بنفيكا فاز بالدوري البرتغالي 38 مره، وفاز بكاس البرتغال 26 مره، وبالسوبر البرتغال 9 مرات، وغير بطولات محليه تانية مالهاش لازمه. وفاز باتنين دوري ابطال اوروبا. ما خدش ولا اوروبا ليج، خسر النهائي 3 مرات. ما خدش ولا كاس سوبر اوروبي، ما خدش ولا كاس عالم للانديه، لانه اصلا خد دوري ابطال بدري قوي. ورغم ان بنفيكا في الاستمراريه مش اقوى حاجه برضو، يعني احنا كنا بنتكلم ان اكس الاستمراريه عنده هي اللي خلته في المركز العاشر، فبنفيكا برضو الاستمراريه عنده مش اعلى حاجه. بس رغم كده هم ليهم اكتر من جيل ذهبي، يعني ده غير ان هم مسيطرين على البرتغال، فلو ما عندهمش استمراريه قوي في اوروبا فعندهم على الاقل استمراريه في الدوري. كميه النهائيات اللي خسروها مرعبه بجد، يعني هم معاهم 2 دوري ابطال اوروبا بس، هو وصيف 5 مرات، اخرهم كانت سنه 90. ففريق وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا 7 مرات، ده مش فريق قليل ابدا. ده غير زي ما قلت الثلاث نهائيات اللي خسروهم في الدوري الاوروبي. هو فعلا فريق لو كان محظوظ شويه كان ارقامه تبقى اعلى من كده بكتير. في كلام اصلا ان الفريق ده فيه لعنه وقصه كده طويله، انا بحكيها في فيديو تاني، بس انا مش مقتنع بالكلام ده لان انا بشجع روما وعارف ان عادي جدا تكون الكوره مش بتحبك من غير ما يبقى فيه لعنه او حاجه. في المركز الثامن نادي انتر ميلان. انتر ميلان اول نادي ايطالي معانا، فاز السنه دي بالدوري ووصل ل 20 دوري ايطالي، وده كان مش سهل في الدوري الايطالي خالص، خصوصا لما يبقى معاك فرق زي اليوفي وايس ميلان وروما. يعني دوري 2010 الانتر واخده بعد منافسه شرسه من روما، فحتى لو الاثنين اللي انت بتخاف منهم او بياخدوا منك الدوري كانوا واقعين، هتلاقي فرقه ثالثه بترخم عليك. مره هتلاقي روما، مره هتلاقي نابولي، مره هتلاقي لاتسيو، مره هتلاقي، يعني هتلاقي فرقه دايما في الدوري الايطالي بتنافس على الدوري وبتصعب المهمه عليك. غير كده الانتر معاه 9 كاس ايطاليا و8 كاس سوبر ايطالي، 3 دوري ابطال اوروبا، 3 كاس الاتحاد الاوروبي، 2 كاس الانتر كونتيننتال، وواحد كاس العالم للانديه، يعني يعتبر 3 برضه. فالانتر بجد ارقامه فعلا اندر ريتد، يعني هو بحكم ان هو في دوري في اي ميلان ويوفنتوس فهو يعني من اكتر الانديه الاندر ريتد. وزي ما احنا بنتكلم من اول فيديو على الاستمراريه، فالانتر من اكتر الانديه اللي عندها استمراريه. وقع في فترات بس معظم الوقت انتر موجود وبينافس. والهداف التاريخي نادي الانتر هو جوزيبي مياتزا، اللي الملعب بتاعهم متسمى على اسمه. وفي المركز السابع نادي يوفنتوس، تاني نادي ايطالي معانا. يوفنتوس معاه 36 لقب دوري، 14 لقب كاس، و9 كاس سوبر. وطبعا هو وصيف في كل البطولات دي اكتر من اي حد تاني، يعني هو اكتر بطل في كل البطولات واكتر وصيف برضه، يعني هو معاه 21 وصافه في الدوري الايطالي، وصيف كاس ايطاليا 6 مرات، وصيف السوبر 8 مرات، يعني لعب 17 سوبر ايطالي. ورغم ان اليوفي معروف ان هو نادي محلي او في ايطاليا بيقولوا عليه نادي محلي، بس رغم كده ارقامه في اوروبا مرعبه برضه. يعني هو لعب 9 نهائيات دوري ابطال اوروبا، فاز باتنين، خسر 7. طبعا اخرهم كان 2017 قدام الريال، وقبل 2015 قدام برشلونه. فكل ما يبقى في جيل ذهبي في اليوفي تلاقي جيل ذهبي في فرقه تانية جاي بيرخم عليه وبياخد منه البطوله. ومعاه 3 اوروبا ليج، وكان وصيف مره، ومعاه 2 كاس سوبر اوروبي، ومعاه لقب كاس الكؤوس، ومعاه 2 كاس الانتركونتيننتال لان ما كانش في كاس عالم وقت ما اليوفي كان بياخد دوري ابطال اوروبا. ارقام انا مش شايف انها تقل عن اي حد من الانديه اللي احنا هنقولها بعديه، يعني الانديه اللي هي واخده ترتيب في الفيديو ده اعلى من اليوفي. اليوفي كارقام واستمراريه ما يقلش عن اي حد فيهم. طيب نيجي للمركز السادس، هو نادي ليفربول الانجليزي. ليفربول في المركز السادس رغم ان ارقامه والقابه اعلى من انديه تانية فوقيه. ليه؟ عشان زي ما قلت نقطه الاستمراريه. ليفربول معاه 19 دوري، 8 كاس، 16 درع خيريه لا تعتبر كاس سوبر عندهم، ومعاه 10 كاس الرابطه، ومعاه 6 دوري ابطال اوروبا، 3 دوري اوروبي، 4 سوبر اوروبي، واحد كاس عالم للانديه. طبعا دي كلها ارقام مش طبيعيه. وفي كمان ميزه ان هو عنده 19 دوري في اقوى دوري في العالم اللي هو الدوري الانجليزي، او بالنسبه لناس كتير هو اقوى دوري في العالم. بس مشكلتي الكبيره مع ليفربول هي عدم الاستمراريه. مشكلتي اللي مخليه ليفربول في المركز السادس مش في المركز الخامس مثلا او الرابع او الثالث، لان هو يعتبر ثالث اكتر نادي واخد دوري ابطال اوروبا. ليه في المركز السادس؟ ببساطه
عشان الاستمراريه مش موجوده. يعني ليفربول قعد من 1984 ل 2005 ما بياخدش دوري ابطال، وقعد 30 سنه ما بياخدش دوري. فبجد دي مش مواصفات نادي كبير. يعني هو نادي كبير تاريخيا، ولكن هل ينفع نقارنه بريال مدريد؟ ريال مدريد قعد فتره ما ياخدش دوري ابطال برضه، بس كان دايما موجود على الاقل في الدوري. وشوفوا الانديه اللي فوقيه في الترتيب بتاع الفيديو ده، وشوفوا الاستمراريه اللي عندهم مقارنه بالاستمراريه بتاعته رغم ارقامه العاليه. يعني مثلا في المركز الخامس نادي انجليزي برضه هو نادي مانشستر يونايتد، ممكن تعتبروه منحاز لمانشستر يونايتد لان ارقامه اقل وهو اعلى من ليفربول في الترتيب، بس زي ما قلت السر في الاستمراريه. اليونايتد بقى له فتره واقع، بس رغم كده هو موجود وبينافس، والفتره دي مش طويله قوي، يعني ما وصلتش مثلا ل 30 سنه. مانشستر يونايتد معاه 20 لقب دوري، 13 كاس اتحاد، 21 درع خيريه، و6 كاس الرابطه، ومعاه 3 دوري ابطال اوروبا، وواحد دوري اوروبي، وواحد كاس سوبر اوروبي، وواحد كاس العالم للانديه. بس غير كده هو معاه لقب كاس كؤوس، ومعاه لقب كاس الانتر كونتيننتال اللي زي ما قلت ان هو مكان كاس العالم. ومانشستر يونايتد هو النادي الوحيد اللي اكتر حد او اكتر شخصيه مشهوره فيه مش لاعب. يعني كل الانديه معروف ان مثلا اياكس زي ما قلت يوهان كرويف، يوفنتوس ممكن نقول ديل بييرو مثلا، الريال هنقول رونالدو، برشلونه هنقول ميسي، بس اليونايتد يعني ممكن نقول روني. بس اللي فعلا صنع تاريخ اليونايتد زي ما كلنا عارفين السير اليكس فيرجسون. فعلا لولا اليكس فيرجسون ما كانش زمان مانشستر يونايتد في الفيديو ده، او بنسبه كبيره كانت هتبقى في مركز اقل من كده بكتير. وفي المركز الرابع نادي برشلونه. برشلونه في ناس كتير بتعتبره ثاني اقوى نادي في اوروبا او في تاريخ اوروبا، الحقيقه لا، بس برضه هو يعتبر من اكتر الانديه استمراريه. وفعلا برشلونه لما يبقى برشلونه اللي هو بجد برشلونه، بيبقى فريق مرعب وبيعمل دايما المعادله الصعبه، الاداء والبطولات. فبرشلونه معاه 27 لقب دوري، 31 لقب كاس ملك، 14 كاس سوبر اسباني، معاه كام بطوله محليه تانية ما لهمش اي لازمه بالنسبه لي فمش هقولهم. معاه 5 دوري ابطال اوروبا، كان وصيف 3 مرات، ومعاه 4 كاس سوبر اوروبي، ومعاه 4 كاس الكؤوس الاوروبيه اللي هي برضه تعتبر زي الاوروبا ليج، ومعاه 3 كاس العالم للانديه. برشلونه حقق الثلاثيه، هي مش لقب، يعني مش هقول مثلا برشلونه معاه لقب ان هو حقق الثلاثيه، بس فعلا فريق لما بيبقى في التوب بتاعه ما بيسيبش حاجه. فريق لما بيبقى في التوب بتاعه بيكسب بارقام كبيره، زي كده الفريق اللي كسبه برضه بارقام كبيره بايرن ميونخ اللي في المركز الثالث، واللي يعتبر بالنسبه لي اكتر نادي استمراريه في اوروبا، او يعني يعتبر ثاني اكتر نادي استمراريه في اوروبا بعد ريال مدريد. الفريق اللي معاه 33 لقب دوري الماني، 20 كاس المانيا، 10 كاس سوبر الالماني، 6 دوري ابطال، 2 دوري اوروبي او 1 كاس اتحاد، و1 كاس كؤوس، و2 سوبر اوروبي، و2 كاس العالم للانديه، و2 كاس العالم للانديه بمسمى القديم اللي هو انتر كونتيننتال. لا فريق مش طبيعي، فريق بجد يعني كارقام مش طبيعي، كاستمراريه مش طبيعي برضو. وزي برشلونه هو واخد السداسيه، فهو في التوب بتاعه بيبقى ما بيرحمش. انا ما افتكرش من اول ما اتولدت سنه مثلا معينه كان البايرن فيها واقع او البايرن فيها مش موجود وبينافس في اوروبا، نادرا يعني، ممكن بس يعني قليل قوي. حتى السنه دي اللي هي اسوأ سنه للبايرن اللي طلع فيها بموسم صفري، هو كان موجود لغايه نص نهائي دوري ابطال اوروبا. فمش محتاج اقنعك ان ليه البايرن هو تالت اقوى نادي في اوروبا، ومش محتاج اقنعك هو ليه مش اعلى من كده، لان في المركز الثاني اي سي ميلان الايطالي. اللي بيفرق اي سي ميلان عن بايرن هي عدد الالقاب. اي سي ميلان معاه 7 دوري ابطال اوروبا، بايرن معاه 6. غير كده بايرن محليا معاه القاب اكتر، بس اي سي ميلان محليا بيلعب في دوري اصعب. فبالنسبه لي 33 دوري الماني دول ما يجوش حاجه جنب ال 19 دوري ايطالي. هل لو بايرن كان في الدوري الايطالي كان هيقدر يحقق ال 19 دوري؟ ده سؤال ما حدش يعرف يجاوب عليه، بس الواقع بيقول ان الدوري الالماني اسهل من الدوري الايطالي. فده اللي خلى ان بالنسبه لي يكون ميلان اعلى من بايرن. مش حته ان ميلان معاه 7 وبايرن 6، لا، حته الدوري الاقوى والدوري الاضعف. ورغم ان يبان ان بايرن استمراريته اعلى من اي سي ميلان، بس فرق مش كبير برضه. فاي سي ميلان رغم ان هو غاب فتره عن البطولات عموما وعن اوروبا، بس تاريخه يشفع له، لان هو تاريخه كان يعني مستمر لفتره طويله جدا. ما كانش مثلا تاريخه في حقبه معينه وخلاص انتهى، لا، هو من اول تاريخه وهو مكمل معانا. اي سي ميلان معاه 19 دوري، 5 كاس ايطاليا، 7 كاس سوبر ايطالي، معاه 7 دوري ابطال اوروبا، 5 كاس سوبر اوروبي، 2 كاس الكؤوس، و3 كاس الانتر كونتيننتال، و1 كاس العالم للانديه في 2007. غير السبع دوري ابطال اوروبا اللي مع ميلان، فهو خسر 4 نهائيات. يعني بجد الميلان مرعب في حته الاستمراريه، لان هو اول نهائي وصل له كان في 58، اول لقب خده كان في 63. شايف الفتره اللي احنا بنتكلم فيها؟ عدي بقى كل ده هو موجود وبينافس، وصولا لاخر لقب خده في 2007 هو كان موجود دايما في النهائيات او في نص النهائي او في ربع النهائي. وما اعتقدش ان انا محتاج ان انا اقعد اشرح لك كتير عن انجازات وتاريخ اي سي ميلان. واخيرا المركز الاول، واللي يعني ما اعرفش هل في حد ممكن يكون بيتفرج على الفيديو مش عارف مين في المركز الاول. المركز الاول ريال مدريد. دايما بزهق في الفيديوهات بتاعت اقوى انديه مثلا، سواء انديه اوروبيه او انديه افريقيه، لان انا بضطر ان انا اقعد اعد البطولات اللي ما بتخلصش بتاعه ريال مدريد او بتاعه الاهلي في افريقيا. ما اعتقدش ان حد مهتم اصلا. يعني انا لو بشجع ريال مدريد مش هبقى عارف هم معاهم كام دوري ابطال، يعني بجد كل سنه الرقم بيتغير. يعني ايه 14 دوري ابطال دي؟ انا اصلا مسجل الفيديو قبل نهائي 2024 بكام ساعه اساسا، ما اعرفش ليه بعمل كده، مستني لما النهائي يخلص بس عشان مش هبقى فاضي يعني. فالمهم ما اعرفش هم 14 ولا 15، فايا كان انا هقول 15
لان حتى لو الريال خسر النهائي وده صعب جدا لان هم ما بيخسروش نهائيات، بس حتى لو ده حصل هيكسبوا بعدها بسنه مثلا النهائي ولا حاجه في الفيديو، يعني بعد سنه كده هيبقى صح. هم الريال مش بس اكتر نادي واخد دوري ابطال اوروبا، هو اكتر نادي واخد الدوري بتاعه 36 لقب دوري، 20 لقب كاس ملك، 12 كاس سوبر الاسباني، 15 دوري ابطال اوروبا، 2 كاس اتحاد اوروبي، 5 كاس سوبر اوروبي، 3 كاس الانتركونتيننتال، 5 كاس العالم للانديه. ايه 5 كاس العالم للانديه دي يا جدعان؟ دي البرازيل واخده 5 كاس عالم في مليار سنه. فعلا فريق مهكر الكوره يعني، بس مش هقدر اقول عليه اكتر من كده. فريق غريب اصلا يعني، فريق الجيل الذهبي بتاعه ما حققش بطولات زي النسخ العاديه منه، يعني قصدي الجلاكتيوس اللي هو اللي كان فيه اسامي مش طبيعيه ما خدتش القاب، والاسامي العاديه كارفاخال وناتشو خدوا دوري ابطال. يعني الفريق ده بجد انا مش هتكلم اكتر من كده لان الفيديو مش هيخلص عادة نتكلم عن مدريد للصبح. فبس ده كان فيديو النهارده، في الفيديو عجبك سيرش بلايك سبسكرايب وفعل زر الجرس قدام الفيديو على انستغرام وكل الكلام ده. اشوفكم في فيديو جديد.